الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين ومتابعين قناه عبد الله في كل مكان. يا جماعه احنا النهارده هنتكلم على العلف. العلف ده اهم حاجه في صيد بالغله اللي هي الغله. الحاجه اللي احنا هنعود السمك عليها. هنعرفكم النهارده الغله دي عباره عن ايه، الناس اللي مش عارفاها يعني، لان في ناس ما تعرفش يعني ايه غله يا جماعه. الغله دي يا جماعه انا قلت قبل كده اسمها قمح حضراتكم. القمح ده اللي بيتعمل منه الدقيق، عشان اصدقائنا في تونس اللي بعتوا لنا عايزين يعرفوا ايه هي الغله، اللي هي القمح حضرتك، اللي هو ده اللي بيتعمل منه الدقيق حضرتك. تمام؟ طيب طريقه تحضير علفه الغله من غير فلسفه ومن غير كلام كتير. حضرتك بتجيب الغله تحطها في حله زي دي، تاخدها تحت الحنفيه تشطفها، تملى عليها الميه وتدعكها بايدك كده وتروح مصفيها، وتروح مالي الحله اهي، ما ملهاش كلها غله عشان هتتنفخ. هتبص تلاقي الحله ديت الصبح هتلاقيها مليانه كده. المسافه اللي حضراتكم اللي انا سايبها من غير غله دي املاها ميه. هتقوم من النوم حضرتك الصبح هتلاقي الغله نفخت كده، بقت بارتفاع الميه كده، وهتلاقي نسبه ميه خفيفه. تروح مصفى حضرتك الميه وتروح حاططها في الكيس. دي يا جماعه علفه الغله العلف. انا عايز الصبح اما اجي اطلع اصفيها، احط الحبايه كده ندخها تندغ عافيه، تندغ تحت اسناني كده عافيه. مش عايزها طريه، لسبب الغله الطريه يا جماعه هتلم عليكم الشر في الدور، هتلم عليك الشر وهتلم عليك الاستاكوزا، ومش هتاخد سمك كبير حضرتك الا نادرا. تمام كده؟ طيب انا عايز اطعم منها، طب انا غسلتها دلوقتي اهو ومستعجل هصطاد بكره، عايز غله تطعيم. هجيب كوز صغير زي ده واخد فيه حفان بس كده اهو، حفان زي ده، احطه في الكوز واحط عليه ربع الكوز ميه واغليه على البوتاجاز غلوتين 2 بس. وبعد ما اغليه اروح مصفي الميه السخنه اللي فيه ده وحط عليه ميه ساقعه. ليه؟ علشان حضرتك الصبح تقوم من النوم تاخدها تطعم بيها تلاقيها بيضه، وهتلاقيها قطره من المبلوله. بس الغلوتين على النار. خلي بالكم يا جماعه، الغله المغليه في التطعيم مش حلوه زي الغله البلد. طيب انت تقول لي حبيبي ازاي؟ الغله اللي انا خدتها دي، الغله دي اللي انا هعمل منها الايه؟ العلفه او المرايه والقلبيه. هيزيد منها شويه اكيد كده اخر النهار. الشويه دول في برطمان صغير او في اي حاجه صغيره كده، واروح مزودهم ميه، تطلع بيهم حضرتك تاني يوم تلاقيهم زي البفته البيضاء والحبايه منفوخه قد كده الحبايه. طيب خلصنا من الغله ومن العلف، نخش يا جماعه على العده. العده يا جماعه مكنه صغيره، اريال صغير، انا مش هقول ارقام، يعني معاك اريال من 2 متر لغايه 3 متر، ولو الميه قريبه منك قوي والاريال ال 3 متر طويل، اعمل له هنا لفه كده بحيث ان العقله دي تبات شحط كده تاثر، تشتغل بالعقل اللي قدام بس حضرتك. طيب الغماز بقى يا جماعه، عارفين حضراتكم كابل الدش ده اللي بيجي من الطبق من فوق بينزل على الريسيفر تحت، احنا بنقول عليه كابل دش اهو حضراتكم. كابل دش مغلف بغلاف من بره حضراتكم اهو. بجيب السكينه كده واروح شقه ايه، لا مؤاخذه النظر شيش بيش، واروح شقه صغيره كده بالسكينه، واروح مطلع دي حضراتكم اهو. انا جايب الحاجه من اولها يا جماعه عشان حضراتكم تعرفوا تعملوه كويس اهو. ده احنا بنعمله غماز. كنا زمان بنركب حضراتكم الريشه بتاعه الديك الرومي، بتيجي حضرتك اهي، تيجي جايب السكينه دي حازز عليه كده علشان جواه سلك، ما تشدش عشان ما تقطموش، ما تحزش جامد، تلف حوالينه كده زي اللي بيذبحوا، وتروح حضرتك لففها كده لفه صغيره تروح مطلعها اهي. ده اللي انا بحتاجها غماز من دي. تمام كده يا جماعه؟ تمام. مسمار ال 3 سم الصلب، ال 3 سم الخشاب العادي ده تخنته اهي. انا عايز اجي من هنا المكان ده اهو واروح موسع بيه سنه كده، شايفين حضراتكم اهو. ليه؟ حضراتكم دلوقتي اغلب الصيادين بيصطادوا بالغله بالليل، لان الناس طبعا موظفه ومرتبطه بشغل، بيطلعوا يصطادوا غله بالليل. المكان ده حضرتك اللي انا وسعته بالمسمار ده بيتحط فيه الفسفوره دي الفسفوره يا جماعه الصغيره. في محلات ادوات الصيد فسفور كبير، وفي الفسفور الصغير ده مخصص للغله. بترشقها انت حضرتك، انا وسعت لها بالمسمار عشان تبات كده اهي، بتبقى راكبه كده. تمام؟ طيب انا بركبها ازاي بقى في الاريال؟ بركبها ازاي؟ الشعر يا جماعه حسب الميه اللي نازل عليها، ميه فيها تقيله فيها بن وفيها سلفر اشتغل بخيط 35. تمام؟
باجي حضرتك انا المكان اللي انا وسعته ده بعدي منه ايه؟ الشعر كده حضرتك اهو، بعدي منه الشعر كده، جريت في الشعر كده حضرتك، واروح عامل عقدتي عادي، عامل العقده عادي كده اهي. بس بسيب يا جماعه باخد حوالي 50 سم عشان هعمل بوم الرمال قدام حضراتكم اهو، واعمل العقد زي ما حضراتكم شايفين اهو. تمام اهو حضراتكم بعمل العقده اللي فوق. طيب بقطع الزياده اهي. الرصاصه يا جماعه الكلام ده يا جماعه انا شرحته، بس عشان في ناس كتير قوي طلبته مني تاني، معنى كده ان هم ما تابعوش الفيديو بتاع الشرح والعده المستخدمه. يا جماعه اللي انا بقوله لحضراتكم ده بالله عليكم، بالله عليكم نستحلفكم بالله، والله العظيم انا بقالي 30 سنه محترف صيد غله. فعشان خاطر انا ما اجرحش في حد ومحدش يجرح فيا، اللي انا بقوله عليكم اللي بقوله ساعات لحضراتكم ده والله خبره 30 سنه وحياه كتاب الله. السنار يا جماعه عشان يبقى عملي كده وهتشوفوه على الميه، هتشوفوه ده السنار اللي بيطلع سمك. شايفين السنار ده يا جماعه؟ 0 1، مش 6 ولا 5 ولا 4 ولا 0 1، خلخال يعني مسمينها خلخال حضراتكم. وطبعا الناس الصيادين القدام محترفين الغله هيأيدوني في الكلام ده. دي سنار 0 1 بشتغل بيه امتى بقى؟ ده في عز الموسم يطلع السمكه اللي قد كده، لو قابلته سمكه قد كده بتطلعه. طيب انا دلوقتي في اول الموسم هعمل ايه؟ هشتغل بالسنار الواحد مش ال0 1 اللي هو ده سعادتك. ده سعادتك شوف دي قد ايه حضرتك؟ دي قد ايه ودي قد ايه؟ شايف حضرتك؟ انا هشتغل بدي الواحد، سناره واحد عسلي، لونها عسلي. الغله ما بتعوزش سناره بيضه، بتحتاج سناره عسلي اهي. ماشي السنارتين اهم. خدت انا 50 سم شعر سعادتك، 50 سم شعر رملتهم بالسنار الواحد ده اهو. مش عايز اغيب عليكم، ال 50 سم دول يا جماعه بعد الرمال، بعد الرمال بيصفوا على 40 سم، بيصفوا على 40 سم. احنا يا جماعه صيادين شعبي، انا صياد شعبي، يعني كل حاجه بعملها زي ما حضراتكم بتشوفوا كده. رمال الغله يا جماعه سنارتين، رمال الغله سنارتين. اول السنه سنار واحد يا جماعه، وعلى ضمانتي لو ركبت سناره صغيره 6 ولا 5 ولا الكلام ده كله والله هتضرب 10 سمكات هتضيع 9. والناس الصيادين القدام عارفين اللي انا بقوله ده كويس. فعلشان ما اضللش حضراتكم واشتغل معاكم بما يرضي الله، عايزين نعمل موسم غله جامد تطلع على الماء تاخد عشاك. السنار التاني يا جماعه اهو، انا قلت لحضراتكم ان دول 50 سم شعر، يعني نص متر شعر. رملت انا سعادتك فردتين اهو. انا طبعا في حته بتزيد هيبقى قطعها، وحته من الناحيه التانيه وبيبقى فيه عقده. ال 50 سم دول يا جماعه بيصفوا على حوالي 40 سم. 40 سم هعمل اللي تحت ده حوالي 30 سم، وده هيصفوا على 40. هعمل اللي تحت ده 25 سم، وهعمل ده سعادتك 15 عشان يبقوا الاجمالي 40، واسيب المسافه بينهم وبين بعض، واحد 25 سم وواحد 15 اهو سيب، واعمل العقده. تمام كده؟ تمام كده اهو. ركبتهم حضرتك هنا، ركبتهم في بعض اهو، وعديتهم كده علشان يا جماعه ما نرجعش نعيد الكلام تاني. اشتغلوا بالسناره الواحد اول السنه العسلي، ولما الموسم يشتغل ركب الخلخال سناره 0 1 على ضمانتي. تمام. الرصاصه المره اللي فاتت وانا بشرح ليا صديق على القناه كتر الف خيره، قال لي يا حاج عبده بلاش تقطع الرصاص ده ببقك بسنانك، عشان الرصاص ده بيبقى فيه ماده سامه. سهل هو جدا، حته رصاصه زي دي بتتباع في المحلات، ممكن تجيب بحضرتك ب5 جنيه تخلص 2 3 من وراه اهو. عايز توصها بالمقص اهو عشان صديقنا على القناه، انا طبعا ايه مش سايبها على الله.
كان معايا مقص هنا حتى راح، مش مهم اهو. بص يا استاذ رضا خليك معايا، المقص جنبك اهو حضرتك. انا قطعتها بس هشتغل عشان صديقنا اللي على القناه ما يزعلش مني. اهي اهي حته قد ايه يا جماعه اهي. هي رصاصه طريه اسمها قشر. باجي هنا واروح تانيها التانيه الصغيره دي، باجي على الشعر تحت الريشه، يعني الريشه فوق اهي تحتها كده، واروح عاملها كده تانيها سعادتك على الايه؟ على الشعر. بتتلف هي بسهوله بايديك اهي. بص حضرتك بتتلف بسهوله جدا بطوعاك، يعني اصل رصاصه طريه. لفها لفه حلوه كده. شوف حضرتك بقت تروح وتيجي اهي. تمام اهي اهي. طيب انا نزلت اصطاد بالنهار، واحد زي حالاتي نظره ضعيف، اجيب زناقه زي دي. خليك معايا يا استاذنا اهي. ده لو انا بصطاد بالنهار. فراشه زي دي حسب ارتفاع الميه اللي قدامي بعلي الوش وانزله حسب ارتفاع الميه اللي قدامي. طب انا جيت اصطاد بالليل، الفسفوره الصغيره بكسرها تنور، اروح حاططها هنا عشان اصطاد بها بالليل. تمام يا جماعه اهو كده يا جماعه. العده جاهزه للصيد بالغله. العده جاهزه عشان بالله عليكم يا جماعه ما حدش يتاخر عننا عشان نتابعوا بعض. طيب الغله دي زايده مني النهارده من الشغل. انا على فكره يا جماعه بقالي يومين بطلع الميه عشان اعمل لحضراتكم فيديو، ما باخدش حاجه لان المصرف عندنا خس جامد، الميه نزلت على الارض، وهو اقرب مكان ليا من شغلي. اسيب شغلي واروح، والله بقالي يومين ما خدت حاجه، ضيعت سمكه واحده. الغله دي يا جماعه زايده مني من الشغل، غله بلل زي ما قلت لحضراتكم، ده عشان اعملها بلل للتطعيم قبل لها يومين اهي حضرتك. الغله دي بقت طريه، بتطعم ازاي الغله في السناره. شايف حضرتك السناره دي اهي، السناره الواحد العسلي باكد عليه اهي اهي. في سن السناره من قدام طبعا الغلايه فيها طول وفيها عرض. من الطول كده واروح راشقها كده اهي، ما باينش السن من تحت يا جماعه اهي. في سن السناره كده زي ما حضرتك شايف. ليه بقول لحضرتك بقى؟ ليه بقول لحضرتك اشتغل بسناره زي دي؟ السمكه يا جماعه بتبقى مسلطه نظرها على حبات الغله التانيه اهي برضو بالطول، تروح راشقها فيها ما تبينش السن. تمام. ليه بقول لحضرتك السناره الكبيره؟ السمكه ما بتبقاش مسلطه نظرها على السناره، هي السمكه مسلطه نظرها على حبات الغله بس. تمام. السناره الصغيره انا معاك ان انت ممكن تشتغل بسناره 4 مش 6، مش اقل من 4، بس على الريشه الواقفه في الميه الرايقه. على الريشه الواقفه في الميه الرايقه، لان الميه الرايقه يا جماعه اخطر ميه ممكن تصطاد منها بالغله. ليه؟ السمك تبقى شايفه حضرتك قدامك كده في الدور وما يخشش. الناس اللي ميتهم رايقه يا جماعه يشعبطوا الدوار فوق قوي، مش الميه رايقه يشعبطوها فوق قوي ويعملوا لها حواشات من اليمين والشمال صغيره، ويعمل علفته في وسطهم ويشتغل قدامها بالليل على وش قصير ريشه واقفه. تمام؟ تمام. طيب بالنسبه للناس اصدقاء القناه اللي هم قاعدين في القاهره والمدن الكبيره اللي هم على نهر النيل، يعني يا جماعه الدوار الغله في نهر النيل انا عشان اعمل دور حضرتك تتكيف منه ويبقى هو اشبه دور لنهر النيل، يبقى انا اعمله في ميتين عندنا، يا اما الحاجر يا اما النبريه. واليومين دول في مشروع تطهير، حركه تطهير في الحاجر، وده اللي مأخرني من عمايل الدور في الاراضي الطينيه. ان شاء الله الاسبوع ده، النهارده ايه يا رضا؟ الخميس ان شاء الله يوم السبت او الاحد اوعدكم هعمل الدور في الاراضي الطينيه. وانا بشكر حضراتكم على المتابعه، واحنا يا جماعه جهزنا دلوقتي حاجه الغله، بالله عليكم ما حد يتاخر، عايزين نمشي مع بعض علشان خاطر يا جماعه نكمل الموسم. موسم الغله ده يا جماعه اجمل صيد واحسن صيد وامتع صيد وقاعد باشا الباشا. فانا كل الناس النظيفه والناس المحترمه والناس المضروبه بالسمك اهتموا شويه بالغله، وانا وعدت حضراتكم احنا هنبدا من الف ب غله، وانا لسه عندي وعدي، وان شاء الله حضراتكم هتبقوا محترفين صيد غله. بس في حاجه يا جماعه، انا عايز حضراتكم يا جماعه تشتركوا معانا في القناه. هو في زعلانين مننا ولا ايه؟ اشتركوا معانا في القناه، ولو عجبكم الكلام اعملوا لايك، احنا بنحبكم والله. والله العظيم انا بتعب ويطلع عيني عشان خاطركم. بنحبكم في الله، واي حد زعلان مني سامحني، وانا ما بزعلش من حد، كل الناس حبايبي، كل الناس اللي ربنا خلقها حبايبي، ما بعرفش ازعل من حد. تحياتي لحضراتكم، اشوفكم في الفيديو الجاي، السلام عليكم.